هذا شاب، اسمعوا يا رجال، اسمعوا يا نساء، عمره 18 عاما، منذ أن خرج من بطن أمه وهو مشلول شلل كامل، مشلول خلال 18 عاما، بل خرج من بطن أمه لا يسمع ولا يتكلم، بل لا يأكل ولا يشرب، بل أكله وشربه عن طريق الأنف. دخل عليه أحد إخوانه ثم وجد الشرشف الذي يعتلي جسده وفوق صدره عليه دم. تعرف من ماذا؟ أجلكم الله، يأتي ذلك الحيوان الفار النجس ويعتلي جسده ويأكل 2 من أصابعه، يأكل 2 من أصابعه، وهو ينظر إليه، ينظر إليه بنظرات لا يفهمها إلا رب البريات، ينظر إليها. تلك النظرات هي الدفاع عن النفس، تلك النظرات هي النداء، تلك النظرات هي التوسل، تلك النظرات هو طلب المساعدة، هو الصبر، هو التحمل. ينظر إلى الفار وهو يأكل الإصبع الأول ويقطع اللحم والجلد ولم يبق إلا العظم، ثم ينتقل الفار من الإصبع الأول إلى الإصبع الثاني ويأكل الجلد واللحم ولم يبق إلا العظم. فلما رأى الفار أجلكم الله أخو هذا الشاب ولا مدبرا، خاف، ولكن أبقى بعد هذا الخوف الألم والحسرة، أبقى الألم والحسرة في ذلك القلب، ذلك القلب الذي ينبض ألما وحسرة. كم تمنى ذلك الشاب أنه يحرك يده حتى يدافع عن نفسه، كم تمنى ذلك الشاب أن يتكلم حتى ينادي من يدافع عنه. أسألك بالله وأسألك بالله، هل شعرنا بتلك النعمة؟ كثير من الناس يقول كيف عايش هذا، كيف عايش هذا، كيف يعيش في هذه الحياة؟ والله إنه عايش حياة لا يعلمها إلا الله. صحيح ما يتكلم بس الحمد لله ما تكلم حرام، صحيح ما يسمع بس الحمد لله ما سمع حرام، صحيح ما يأكل ولا يشرب بس ما أكل ولا شرب حرام، صحيح ما يتحرك بس ما تحرك حرام. والله ليسألك الله عن ذلك الجسم الذي وضعت فيه العباءة المخصرة، والله سيسألك الله عن تلك الأيدي التي عاكست، وتلك الأيدي التي رسلت تلك المقاطع الخليعة، سيسألك الله عن تلك الفواحش، سيسألك الله عن اللسان عندما تتكلم به الحرام، سيسألك الله عن تلك الخطوات التي تثاقلت إلى أن تذهب إلى بيت من بيوت الله. تحدث أخبارها ربها، وربك لا شك أوحى لها، ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها. ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها. ترى الناس سكرى بلا خمرة، ولكن ترى العين ما هالها. نسيت المعاد فيا ويلها، وأعطيت للنفس آمالها، وأعطيت للنفس آمالها، وأعطيت للنفس آمالها.